رضا عبد العال يهاجم إدارة نادي الزمالك. الصفقات اللي تعاقدت معاها ليست على المستوى المطلوب، والأهلي يرفض أولى طلبات بن شرقي، وتحذير مبكر للاعب بسبب الإصابة. محمد الشناوي: محمد رمضان أبلغني بإعادة قيد معلول وكنت سعيد للغاية، الأهلي أفضل نادي في أفريقيا. سيف زاهر يواصل: الخطيب أنهى صفقة أقوى من إمام عاشور بن شرقي، لكن هناك مفاوضات مع نجم كبير جدا سيهز الوسط الرياضي. نعدكم من الآن، سيكون هناك نظام احترافي داخل نادي الزمالك، ولن نسمح لأي شخص بالخروج عن هذا النظام. أحمد حسام ميدو. إسلام صادق: رمضان صبحي على تواصل مع نادي الزمالك ورصد ما يقرب من 120 مليون جنيه لضمه. محمد شريف يوقع رسميا عقود انتقاله إلى نادي الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده. وأشرف بن شرقي: إمام عاشور كان كل شوية يتصل بي ويسألني هتيجي النادي الأهلي ولا لأ. عبد الله الكعبي مع محمد تقي قبل بداية كأس العالم للأندية. تقارير صحفية ذكرت أن شركة مشروبات غازية عرضت عرضا لرعاية النادي الأهلي بقيمة 8 مليون دولار لتضاف لباقي الرعاة. أما الشركة الصينية للاستثمار سترعى نادي العين ب20 مليون دولار. الزمالك تقدم بشكوى ضد أحمد شوبير في المجلس الأعلى للإعلام بسبب حديثه عن مشلاك، وذلك بعد أن ذكر حديثه أنه يجب على نادي الزمالك دفع مستحقات اللاعب. الوصل الإماراتي يرفع عرضه ل150 مليون جنيه لضم نبيل عماد دونجا من نادي الزمالك. أحمد عيد عبد الملك: مش فاهم جمهور الأهلي ما كانش حابب محمد شريف إزاي، دي غريبة بالنسبة لي. مصطفى محمد ردا على مسؤولي الزمالك بشأن اللعب للأهلي قائلا: هعمل زي حازم إمام وأرجع تاني، والله ما هلعب في مصر غير لنادي الزمالك.